لو فاكر ان انت شفت مراجعه غريبه للابتوب قبل كده، فاحب اقول لك ان انت لحد دلوقتي ما شفتش حاجه، لان اللاب اللي معانا المره دي بيقدم اغرب تجربه اداء انا شفتها في جهاز لحد دلوقتي. والجهاز ده هو الاتش بي زد بوك فيوري 17 جي 8، الاخ الاحدث او الاسرع للنسخه اللي احنا عملنا لها مراجعه قبل كده، واللي هتطلع لك في الاي دلوقتي فوق، واللي كانت الجي 7 اللي هي كانت الجيل العاشر. المره دي بنعمل الجي 8 اللي هي الجيل ال11. عارف، بس قبل ما نبدا في المراجعه بتاعتنا ان في ناس هتسالني علي اللاب اللي على طول بيبقى جنبك هنا موجود فين، بس للاسف القطعه اللي كانت معايا بعد ما جربتها وخلاص كنت هصور الفيديو دوت، للاسف القطعه اتباعت، فالفيديو ده حاليا بيتصور بعد ما جربت القطعه، ولكن القطعه مش معايا للاسف عشان احطها جنبيا هنا. بس مش عايزك تقلق خالص، الجهاز الحمد لله انا جربت كل حاجه فيه، فمن غير اي مقدمات كتير خلينا نبدا في الفيديو بتاعنا. زي ما احنا متعودين نبدا اول حاجه بالمواصفات بتاعه الجهاز. الجهاز هنا النسخه اللي كانت معايا كانت الكور اي 9 ال 11950 اتش، ودي كانت بتيجي ب 8 انويه 16 مسار وتردد تربو 5 جيجا هرتز و16 ميجا كاش. بالنسبه لكارت الشاشه، فكارت الشاشه النسخه اللي كانت معايا كانت الار تي اكس اي 3000، وعايزك تاخد بالك كويس قوي من حرف الاي، لان الاي 3000 حاجه والار تي اكس 3000 بس حاجه ثانيه خالص. بالنسبه للاس اس دي والرامات، فالجهاز كان جاي لي باس اس دي 1 تيرا ام دوت 2 ان في ام اي، وبالنسبه للرامات فكانت 32 جيجا. الرامات تقدر تزودها لحد 128 جيجا، والاس اس دي تقدر تركب لحد 3 ام دوت 2 معاهم كمان هارد واحد ساتا، يعني تقدر تركب 4 هاردات توتال باي مساحه انت عايزها. بالنسبه للشاشه بتاعت الجهاز، فالجهاز هنا جاي بشاشه 17.3 انش بدقه فول اتش دي اي بي اس. للاسف ما عرفتش اوفر النسخه ال 4 كي منه، كان نفسي الاقيها بس للاسف ما كانتش موجوده قدامي. النسخه اللي كانت عندي كانت الفول اتش دي الاي بي اس، واللي الحواف بتاعتها من الجناب صغيره بدرجه كويسه جدا، تعتبر من اصغر الحواف اللي ممكن تاخدها في لابتوب ورك ستيشن 17 بوصه. والشاشه هنا الوانها تعتبر زيها زي الفيرجنات اللي فاتت، برضه بتيجي 72% ان تي سي، دي تغطيه الالوان بتاعتها، واللي سبق كده وضحت في فيديو هيطلع لك في الاي دلوقتي فوق ازاي ان انت تعرف البانل وتغطيه الالوان بتاع اي لابتوب بتفتحه قدامك، تعرف على طول ازاي البانل وتغطيه الالوان. كل ده شرحته في فيديو هيطلع لك في الاي دلوقتي فوق. ننتقل بعد كده للمداخل والمخارج بتاعه الجهاز. انت عندك من الجنب الشمال المدخل بتاع اللام، بعد كده عندك 3 يو اس بي 3.2 تايب اي، وعندك بعد كده المدخل بتاع الهيدفون والميكروفون جاك. وبالنسبه للجنب اليمين فانت عندك المدخل بتاع الشاحن 2 يو اس بي تايب سي، وعندك بعد كده واحده ميني ديسبلاي بورت وواحده اتش دي ام اي. بالنسبه للمداخل انا شايف ان هي كويسه وكافيه جدا، ولكن كنت افضل ان هم يحطوا مدخل يو اس بي 3 من الثلاثه يحطوه في الجنب اليمين، بحيث ان اللي عايز يوصل من هنا او من هنا، واحد حاطط جهاز على المكتب مثلا، يبقى في تنوع في المداخل، ما يبقاش الثلاث مداخل محطوطين في جنب واحد، ده ما بيبقاش احسن حاجه. فبالنسبه لي كان يتقسم احسن، بس لا يزال عدد المداخل الموجوده هنا تعتبر كافيه وزياده. ننتقل بعد كده للديزاين بتاع الجهاز. الديزاين بتاع الجهاز انا مش محتاج اتكلم عنه، هو بالظبط نفس الزد بوك الفيوري ال 17 الجي 7. زي ما قلت قبل كده هو يعتبر اصغر وارفع لابتوب 17 بوصه ورك ستيشن، مفيش لابتوب تاني 17 بوصه ورك ستيشن هيجي لك بنفس الرفع ونفس الحجم بتاع الجهاز ده. ده اصغر حجم ممكن تتخيله موجود في جهاز ورك ستيشن 17 بوصه. الديزاين بتاع الجهاز جميل جدا جدا، بيجي بالكامل من المعدن وبالكامل من اللون الفضي. الخامات بتاعته ممتازه، خامات الجهاز هنا صراحه نظيفه جدا وبريميوم جدا. الجهاز كمان زي ما ذكرت الشاشه بتاعته الحواف بتاعتها من الجناب صغيره جدا، ودي حاجه صعب تلاقيها شويه في اجهزه 17 انش. يعتبر اللي بيقدم برضه حواف صغيره كان الدل 7750 و7760، بس كان عيبهم ان لا يزال حجمهم تخين شويه، وزنهم تقيل شويه. انما هنا انت جاي لك اللاب بوزن 2.7 كيلو جرام، وده يعتبر اخف لابتوب ورك ستيشن 17 بوصه. الجهاز وزنه كويس جدا جدا، بالشاحن بيدخل في حوالي 3 كيلو، واللي يعتبر وزن مش تقيل خالص، يعتبر كانك شايل لابتوب 15 بوصه اصلا مش 17. فلو حبيت تحطه في شنطه وتتنقل بيه ولا كده هتتنقل بيه بسهوله، مش هتحس باي تعب في ظهرك ولا حاجه. بالنسبه للبطاريه بتاعت الجهاز هنا، فالبطاريه بتاعت الجهاز جايه زيها زي الجي 7 برضه، بتكون 8 سل بحجم 97 واط اور. البطاريه هتقعد معاك على فيلم متوسط من 3 ل 4 ساعات. طبعا ممكن تجيب انت بطاريه بتقعد اكتر من كده او بطاريه بتقعد اقل من كده على حسب البطاريه اللي انت بتشتريها، لان ده في الاول وفي الاخر جهاز مستعمل، او انت بتشتري ممكن الرقم اللي انا اقوله يبقى غير الرقم بتاع اللي انت هتشتريه، بيختلف من بطاريه للتانيه، بس اللي انا بقوله لك هو المتوسط بتاع البطاريات. بطاريه 8 سل 97 واط اور في الجهاز ده المفروض بتقعد متوسط من 3 ل 4 ساعات. لو الهيلث بتاعها 90% فيما فوق فدي هتقعد معاك اكتر من 4 ساعات بكتير، ممكن توصل ل5 او 6 ساعات. لكن لو هيلث البطاريه اللي انت بتشتريها من 60 ل 80%، ساعتها متوسط الوقت اللي هتقعده معاك هيكون متوسط من ساعتين ل3 ساعات. فزي ما قلت بيفرق على حسب هيلث البطاريه
البطاريه، وبيفرق طبعا جدا على حسب هل هي بطاريه اوريجينال ولا كوبي. فالكلام اللي انا بكلمه هنا بيكون على البطاريات الاوريجينال، واللي كده كده ما ينفعش اصلا انك تشتري جهاز زي دوت في الفئه السعريه العاليه بتاعته وتشتريه في الاخر ببطاريه كوبي. فكده كده جهاز زي ده لازم تتاكد وانت بتشتريه ان البطاريه بتاعته اوريجينال. بالنسبه للتبريد بتاع الجهاز، فالجهاز بيجي بدايره تبريد محترمه جدا، هي تعتبر بالظبط نفس درجات الحراره بتاعه الجي 7، ولكن الجي 7 لما انا جربته كان ساعتها معايا نسخه الكور اي 7. نسخه الكور اي 7 انا ذكرت وقتها ان درجه حراره المعالج كانت قليله جدا وكانت حاجه كويسه جدا لان الاي 7 مش اعلى استهلاك طاقه. لكن نسخه الكور اي 9 بقى اللي معايا هنا اللي هي الجيل ال11 دي استهلاك الطاقه بتاعها عالي جدا جدا، فبالتالي حراره المعالج في الجهاز ده في النسخه اللي معايا كانت عاليه شويه. في الشتاء هتكون معاك متوسط تقريبا ال 80 ل 83، ولا تعتبر برضو درجات مش مقلقه، ولكنها مش اقل حاجه، في درجات احسن من كده. بس طبعا ده لان المعالج اللي هنا انت بتتكلم في الكور اي 9 الجيل ال11 طبيعي استهلاك الطاقه بتاعه هيكون عالي، والاختبارات والحراره اللي انا بقولها دي بتكون بعد ساعات شغل على الجهاز، فانك تضغط على الجهاز ما فيهاش اي قلق خالص. ولكن وانت بتشتري الجهاز لازم تبقى عارف ان الحراره بتاعته ما تستناش منه ستينات ولا سبعينات، لا نسخه الكور اي 9 حرارتها بتكون اعلى شويه. بالنسبه لحراره كارت الشاشه، فكارت الشاشه حرارته كانت عاديه جدا، هي كانت متوسط ال 70 درجه، ده على ضغط الشغل. وفي الصيف لو انت بتستخدمه في مكان حر قوي ساعتها اقصى حاجه ممكن توصل معاك لل 80 درجه، ده لو انت يعني بتستخدمه في مكان ما فيهوش ولا تكييف ولا مروحه. بس لا تزال درجات حراره كويسه جدا، ما هياش احسن حاجه ولا اقل درجات، ولكن لا تزال هي درجات متوسطه اللي بتيجي في اغلب الاجهزه وما فيهاش اي قلق. فما تقلقش خالص واشتغل على الجهاز واضغط عليه. الجهاز ده فعليا لو انت سبته 3 4 اسابيع شغال متواصل ما بتقفلوش الجهاز مش هيحصل له اي حاجه، اضغط عليه عادي خالص، والحراره بتاعته دي ما تقلقش خالص، هي دي الحراره الطبيعيه بتاعت الجهاز ده. طب ليه بقى انا قلت المراجعه دي هتكون هي اغرب مراجعه من حيث تجارب الاداء اللي انا جربتها لحد دلوقتي؟ لان ببساطه انا لما جيت الاول اجرب الكارت الار تي اكس الاي 3000، فالكارت ده انا كنت متوقع ان الاداء بتاعه هيكون اقل شويه من الار تي اكس 4000 اللي سبق وجربته في الزد بوك جي 6 اللي هيطلع لك الفيديو بتاعه في الاي دلوقتي فوق. الار تي اكس ال 4000 هو كان نفس اداء الار تي اكس ال 5000 في الالعاب، ولكن الار تي اكس الاي 3000 بما انه 6 جيجا انا توقعت ان هو مش هيشغل اغلب الالعاب الحديثه بسبب ان هو 6 جيجا، واغلب الالعاب الحديثه لما بتعليها على الترا سيتنجز بتحتاج اكتر من 6 جيجا في رام. ولكن لما جيت بقى اجرب الكارت ده لقيت ان الاداء بتاعه اعلى ب5 ل 7 فريمات عن الار تي اكس ال 4000، والار تي اكس ال 5000 اعلى منهم بحوالي 5 ل 7 فريمات في الالعاب. انت متخيل ان كارت ار تي اكس اي 3000 6 جيجا اعلى من الار تي اكس ال 4000 وال 5000 في الالعاب؟ يعني مش محتاج اقول لك طبعا الفريمات اللي كان جايبها، انت بتتكلم في متوسط 70 فريم على سايبر بانك الترا سيتنجز، واللي تعتبر حاجه ما فيش اي كارت تاني يمكن 6 جيجا او اي كارت تاني عموما عارف يجيب الفريمات ديت على الجوده دي في السعر ده. طب يا علي ما يمكن المعالج هنا كان ليه تاثير؟ لا المعالج هنا ملوش اي تاثير في الالعاب بالذات. احنا الالعاب احنا عارفين ان هي بتركز اساسي على كارت الشاشه، بتستفاد من المعالج ولكنه مش العامل الاساسي. وعشان اتاكد من ده انا جربت جهاز تاني بنفس المواصفات بس معالج اقل، ده هيكون المراجعه بتاعتنا الجايه باذن الله، اللي هو الديل بريسيشن ال 7760. كان هو نفس المواصفات بس المعالج اقل شويه وجاب برضه نفس الفريمات هي في الالعاب. فخلاصه تجربه الاداء بتاعه الالعاب احنا كده عرفنا ان الار تي اكس الاي 3000 يعتبر افضل من الار تي اكس ال 4000 والار تي اكس ال 5000 في الالعاب، ولكن ولازم تاخد بالك كويس قوي من كلمه ولكن، لو هتشتري الجهاز بشكل اساسي للبرامج بتاعه ال 3 دي ودي اكتر حاجه بتستهلك من كارت الشاشه، فساعتها الار تي اكس ال 4000 وال 5000 هيدوا تفوق زياده شويه عن الار تي اكس الاي 3000. وده طبعا لان احنا عارفين ان اغلب برامج ال 3 دي بتستهلك وبتعتمد جدا على الفي رام بتاع كارت الشاشه، فكارت زي الار تي اكس ال 4000 ال 8 جيجا او ال 5000 ال 16 جيجا ادائهم هيكون احسن شويه من الار تي اكس الاي 3000. طب يا علي لو انا هشتري الجهاز للبرمجه او المونتاج او الالعاب ساعتها هشتري الجهاز ده وانت مغمض، ما تفكرش حتى في ال 4000 او ال 5000 بتوع الجيل اللي فات، لان انت هنا واخد معالج اعلى بكتير جدا، فطبعا اداء برمجه ومونتاج رهيب مش هتلاقي زيه، زائد انك واخد كارت شاشه لو حبيت تشغل العاب بيديك اداء اعلى من الار تي اكس ال 5000 ال 16 جيجا في الالعاب. يبقى لو انت هتشتغل في برمجه مونتاج او العاب هتجيب الجهاز ده. لو استخدامك الاساسي برامج 3 دي ساعتها ممكن ترجع للنسخ الثانيه بتاعت اللي هي الجيل العاشر اللي كان معاها كارت الار تي اكس ال 5000. طب يعلي سعر الجهاز بقى كام عشان نعرف نقارنه بالحاجات الثانيه اللي في نفس الفئه السعريه بتاعته؟ سعر الجهاز ده بالمواصفات اللي انا ذكرتها اللي هي نسخه الكور اي 9 بالار تي اكس الاي 3000 كان سعرها اخر قطعه كانت موجوده كانت عامله 45000 جنيه او اللي هو حوالي 880 دولار تقريبا، يعني يعتبر اغلى بحوالي 4000 جنيه عن الديل بريسيشن ال 7750 اللي هو الاي 7 العاشر اللي بكارت ار تي اكس 5000. فرق سعر مش كبير، ولو انت محتار ما بين الاثنين فزي ما قلت ال 7750 في حاله ان انت هتشتغل اساسي على برامج 3 دي. هل ده معناه
معناه ان 7750 وحش في الالعاب ولا البرمجه ولا الكلام ده، لا طبعا هو كويس جدا ليهم، بس هو احسن حاجه بيتفوق فيها في برامج ال 3 دي. لو انت استخدامك بقى الاساسي برمجه او مونتاج والعاب، ساعتها تجيب الزد بوك الفيوري جي 8. اي نعم هو اغلى بحوالي 3000، بس طبعا فرق المعالج يستحق اكتر من كده بكتير، لان فرق الاي 7 العاشر والاي 9 ال11 فرق ضخم جدا ما بين المعالجين دول. بالنسبه لكل الاجهزه اللي ذكرتها في الفيديو دوت هسيب لك رابط شراء ليها تحت، ما عدا طبعا الزد بوك اللي كان في المراجعه هنا للاسف خلص كده. بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.